صباح الخير. بعدا غادي نهضروا اليوم على الوداد والاهلي، الماتش ديال الروتور، ولكن نرجعوا شويه للماتش ديال الالي كيفاش دازت الاجواء وشنو اللي خاص سفين انه يدير باش انه يتغلب على القوه ديال النادي الاهلي. كما كنعرفوا واحد النادي اللي هو كبير، رغم ان الجمهور رغم ان العوامل غتكون صالح الوداد، ولكن كما كنعرفوا بان النادي الاهلي هو واحد النادي كبير ما غاديش يرجع اللور كما وقع مع الوداد اللي في حدود الدقيقه 34 في مصر وصلت نسبه الاستحواذ ديال النادي الاهلي حتى ل 80%. دونك ما كانش الوداد ديك ال 20% ولا 18% ديال اللي لعبات فيها الكره هو اللي خلى ان البيت الاول يجي. وكما كنعرفوا بان نقطه القوه ديال الاهلي هي الشحات وطاو اللي هما الاظهره الهجوميه، اللهم بارك، عندهم قوه اللي ما عندش الوداد. هذوك الاجنحه تبارك الله اللهم بارك. سفين كيفاش انه غادي يقدر انه يوقف هاد الجوج ديال اللاعبين. دونك غادي تكون واحد المهمه صعبه على كل من العمل وذو عطيه الله، مجهود بدني غادي يكون كبير عليهم في الروتور. علاش؟ لانهم خاصهم يديروا المسانده الهجوميه وما ينساوش الادوار ديالهم الدفاعيه. يبداو بالمطيع اللي قدم مباراه كبيره، لولا لانها كانت الوداد خسرات بحر 4-0 في مصر، رغم ان الخطا ديال البيت الثاني هادشي ما كيتحسبش ليه لانه كيبقى خطا ديال الدفاع، بالاخص العملود اللي ما دارش، اللي ما رجعش في الوقت اللي كان خاصو يرجع فيه. دونك جات كره عرضيه للشحات وتسجل داك البيت وما كيتحسبش الخطا. ما هذا وارد بالنسبه للحراس انه وقع داك الشيء، ما غاديش يتحاسب عليه الموطع، اللهم بارك. بالنسبه للثنائيه ديال زولا وفرحان، انا كنظن بان زولا وابو الفتح هما اللي خاصهم يكونوا بجوج نظرا لما قدموا ابو الفتح طيله الموسم. بالنسبه لفرحان، بدايه متعثره ديال الموسم، زيد عليها الاصابات، اللاعب فقد التركيز ديالو، هادشي ما تيقللش من امين فرحان، ولكن الوداد محتاجه اللقب، دونك خاصها تدخل اللي واجد، خاصها تدخل ثنائيات اللي يكونوا مساجمين. بالنسبه لجبران لاعب اللي ما يمكنش اننا نديرو، ولكن اون فوا كيغير المكان ديالو كيرومبلاسيه الداودي كمحور وسط الميدان، فكنشوفوا الداودي كيدير اخطاء فادحه، كيتقل الكره. بالنسبه لايمن الحسوني والجعدي، كنظن بان ايمن الحسوني هو والمترجي بالاخص ما في هذا الماتش هذا الجاي ما خاصهمش يدخلوا، خاص يدخل كل من ونجم وبوهره والوسط ديالهم هو سامبو. زيد عليها الجعدي، خاصو يكون، لان الجعدي الدور ديالو مهم، ولكن الجعدي فاش يكون لاعب حسوني. علاش انا قلت الحسوني ما يكونش؟ لانه فاش كنكون لاعب حسوني وكيرجع الحسوني لوسط الميدان، فالجعدي كيمشي للمسانده الهجوميه ولكن ما كيقومش بالادوار ديالو الدفاعيه على اكمل وجه. وهذا الشيء شفناه في البيت الاول كيفاش انه ما قدرش انه يقطع الكره لا هو لا فرحان. دونك كاين بزاف ديال الخدمه امام سفين في هذه السيمانه هذه كامله من هنا للحد باش انه يقدر يصلح مجموعه من الامور. وكما قلت بان الحل الوحيد ديالو هو انه يعزل كل من طاو والشحات اللي هما القوه ديال النادي الاهلي باش انه يقدر يتغلب على الاهلي، لان الدفاع ديال الاهلي ان فوا الضغط ديال الوداد الا كان غادي يتفقد التركيز ديالو هذا الدفاع ديال الاهلي، بالاخص الجهه اليسرى اللي تيلعب فيها علي معلول. لان علي معلول النظره السيل ديالو والبطء ديالو، فهنا الخدمه ديال العمود في المسانده الهجوميه خاصو يكون سريع. لا هو لا انجم الا دخل انجم. بالنسبه للانجم غادي يستغلوا في المرتدات السريعه، الكرات السريعه. وبالنسبه لبوهره حتى هو الفنيات اللي عنده ماشي هي اللي عند المترجي. دونك لي كاليتي كيختلفوا ديال لي كومبيتونس ديال اللاعبين، خاص سفين يكون متفوق في الاختيارات ديالو. كنتمنوا بان الوداد تستغل ديك 90 دقيقه اللي عنده، ولما لا لقب ان شاء الله. السلام عليكم.